كيف بتوثق حسابك بسناب شات من خلال النجمة؟ حاليا أصبح متاح تقديم الطلب لكل الحسابات، فيك تقدم، لكن في شروط لحتى يتم قبول طلبك أو رفضه. هون عندنا صفحة تقديم طلب التحقق من نجم سناب شات، وفي بعض المعلومات اللي لازم نعبيها. وقبل لا نعبي هاي المعلومات فتحنا على هاي الصفحة لحتى نتعرف على الشروط اللي لازم تتوفر بحسابك لحتى يتم توثيقه. راح أترك لكم رابط هاي الصفحة بالوصف وبأول تعليق حتى تدخلوا عليها مباشرة، أو ممكن من خلال مركز المساعد بسناب شات تكتب كيف يمكنني أن أصبح نجم سناب شات لحتى تفتح معك هاي الصفحة. لما تفتح معنا هاي الصفحة راح يعطيك أول خيار من الأعلى لتقديم طلب التحقق من نجم سناب يرجى النموذج. تضغط على النموذج اللي هو النموذج اللي راح نفتحه وراح نعبي فيه أو داخله معلوماتنا. حاليا لحتى تكون مؤهل لنجم سناب شات في مجموعة من الشروط، راح أحكيهم بشكل سريع الشروط، لكن فيك تدخل على هاي الصفحة تقرأ هاي الشروط كاملة لحتى تتأكد هل حسابك يستوفي هاي الشروط أو لا. أول شرط من هاي الشروط واللي هو تفاعل الحساب، حسابك لازم يكون متفاعل وعليه جمهور كبير. كمان راح يكون قصصك للجمهور بشكل عام، يعني القصص الخاصة ما بتنحسب. يتم استخدام حسابك في المقام الأول من أجل إنشاء القصص ومشاركتها مع الجمهور بصفة منتظمة، يعني عام بصفة منتظمة يومي لازم تكون عم تنشر ما بيقل على 10 ل20 قصة يوميا. والمصداقية يمثل الحساب شخصية حقيقية، يعني بيكون حساب لشخص حقيقي. الشهرة والأهمية الثقافية، حسابك يعني بيكون في أشخاص يبحثوا عنه أو يحمل قيمة ثقافية. كمان جودة المحتوى، أن يكون المحتوى اللي تشاركه أصليا وآمنا، يعني بيكون أصلي لإلك وآمن وملائم لجميع مستخدمين سناب شات. وحتى لو توفرت كل هاي الشروط ممكن سناب شات ما بيوثق حسابك، يعني مش ضروري إذا كانت متوفرة كل هاي الشروط يتم توثيق حسابك، لكن حاليا فيك تقدم طلب لحتى يتم توثيق حسابك، أو ممكن ما بيتم توثيق حسابك. ولحتى نعبي نموذج نرجع للصفحة من الأعلى، نضغط على يرجى ملء هذا النموذج، على كلمة النموذج. فتحنا النموذج، راح ننزل بالأسفل شوي، راح تعبي المعلومات التالية: اسم المستخدم، اسم حسابك بسناب شات لاسم المستخدم بدون فراغات، يعني بدون مسافات. راح نكتب اسم المستخدم، بعدها راح تعبي اسمك القانوني حسب ما هو موجود ببطاقتك الشخصية، ممكن من 4 مقاطع. بعدها الاسم المهني في حال كان اسم حسابك على سناب شات يختلف عن اسمك الحقيقي بتكتبه هون. البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على سناب شات، ممكن تضيف بريد إلكتروني آخر. الدولة اللي أنت موجود فيها. فئة المحتوى، بتحدد شو فئة المحتوى اللي أنت فيه. والفئة الفرعية. وآخر هون خيار روابط وسائل التواصل الاجتماعي، فيك تحط أي حسابات عندك تواصل اجتماعي. وفيك كمان بالمستطيل اللي أسفل منه بتضيف بعض الروابط. وبالمستطيل اللي بعده فيك تكتب أي إشي عن حالك، يعني تكتب anything also you want us to know if not right. تكتبوا بهاي المستطيل اللي بالكتاب بالإنجليزي. بعدها هون في حال كان اللي بيقدم طلب التوثيق مش صاحب الحساب، راح تكتب معلوماتك هون بالأسفل، وعلاقتك بصانع المحتوى هون اختياري، البريد الإلكتروني اختياري، واسمك اختياري، يعني مش ضروري بيكونوا إجباري. بالتأكيد بنحط فيها صح. بعدها راح نضغط على إرسال. وحتى لو عملنا كل هاي الخطوات ممكن هاي توثق حسابنا، ممكن الحسابات اللي عليها تفاعل كبير، اللي عليها متابعين أو مشتركين عدد كبير ممكن تتوثق، لكن مش كل الحسابات راح يتم توثيقها. حسب سناب شات ممكن توثق حسابات، ممكن حتى حسابات عليها أعداد كبيرة ما بيتم توثيقها.